وبعدين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تولى الخلافة في وقت الدنيا فيه كانت مولعة، قبائل ارتدت وقبائل تاني رفضت تدفع الزكاة، وفي الوقت ده رفض جدا، وقف قدام الكل علشان الدين ما يقعش. وفي العهد بتاعه جمع القرآن، كان مثال للحزم من غير قسوة والرحمة من غير ضعف والثبات وقت الأزمات. ولما مرض جامد وحس إن هو خلاص أجله بيقرب، اختار سيدنا عمر علشان يكمل الطريق، وتوفى سنة 13 هجريا واتدفن جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. عاش صادق ومات صادق وساب لنا معنى الإيمان الحقيقي. علمنا حاجات كتير قوي، أولها الثبات على الحق، إن مهما الدنيا ضغطت علينا لازم نتمسك بالحق والدين. وتاني حاجة التضحية في سبيل الله، إن أنت لما يكون عندك حاجة غالية ما تترددش تساعد بيها حد علشان خاطر ترضي ربنا. وعلمنا الصداقة والوفاء، انك تكون صديق وفي ومخلص للي يستحق. وعلمنا الشجاعة والقيادة، انك ما تهربش من المسؤولية وتقف قدامها وتواجهها. فانا هنا مش حكايات وخلاص، دي وقفات بنفهم بيها نفسنا وبنقرب بيها من ربنا. ولسه هكمل فيديوهات عن العشر المبشرين بالجنة، ولسه اللي جاي كتير بإذن الله. لو حابب تكون معانا اشترك في القناة ومتنساش تفعل الجرس علشان مفيش حاجة تفوتك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.